هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت ياكم بفيديو جديد وروتين جديد. ادري بيكم تحبون غسل الملابس وغسل المواعين والتنظيف وهاي الشغلات، فاليوم قررت ابدي الفيديو مالتي من هاي الغسالة الحلوة. اليوم دا اريد اغسل الملابس مال يوسف، لان تدرون بيوسف وهو يوسخ ملابس، فقررت انه اني اغسل الملابس. انه شنو بنات، المي مقطوع، هاي صار له يومين المي والكهرباء. فأول ما اجى المي والله ما اجى هو قويتي شوية، فقبل قمزت على الغسالة قلت خلي اغسل الملابس. وهم لقيت وياي كم قطعة من مال البيت، قلت اخليهم من اغسلهن وياي. تدرون بنات انه احنا كلش نحب هاي الغسالة، نحب نغسل بيها اكثر من الاوتوماتيك. احنا بصراحة الاوتوماتيك حاطيها بالطابق الثالث، يعني ما نستخدمها هواية. اكثر شي هاي نستخدمها الغسالة العادية، نحسها بصراحة يعني تنظف اكثر من ذيك، واحنا نتحكم بالمدة اللي نقدر نغسل بيها الملابس. فانتو شنو تفضلون هاي الغسالة لو تفضلون ذيك؟ انا بالنسبة لي هاي كلش احبها، لان صدق على حكاية ماما تقول تنظف الملابس عكس ذيك ما تطلع الوساخة زين. يعني اكو مرات بالاخص الملابس البيضة، يعني تطلع الملابس بعدها بيها طقع او بيها شي، بالاخص ملابس الاطفال يعني ما تنظف كلش عدل. فهاي اني لا احبها لان تنظف الملابس. شوفوا بنات، هنا أنا حطيت اول وجبة من الملابس، وشنو راح اروح لان شنو كانت الدنيا حارة، وهسي يلا جت الكهرباء، فرحت اخذت هذا الحليب مالتي ضمته اصلا بالفريزر، بحيث شنو بناتي متجرش لقيته وبارد، كلش بارد. قلت احسن من البيبسي، خل شوي نشرب حليب، ولا هو هذا اصلا مو صحي، بس يلا المهم احسن من البيبسي. شوفوا بنات، المي يعني مو كلش قوي، بس المهم الحمد لله اجى. البارحة كان كلش مقطوع، يعني من الصبح لليل ماكو قطرة مي، بس هسه قلنا هم زين يعني حتى لو شوي، بس المهم نقوم نخلص شغلنا، نخلص تنظيفنا بهذا المي اللي اجى. هنا أنا قلت خلي اطلع وانظف الطرمة. هاي هنا المغسلة اللي حاطيها اهلي بالطرمة، همين دا اغسلها. حطت عليها التايت بنات، التايت كلش ينظفها، يخليها تلمع، يعني كلش يخليها تلمع. ودا شوفون بنات ماكو رغوة هواية، بس هو التايت ينظف، يعني حتى اذا ما بي رغوة، بس هو ينظف ويخلي المغسلة تلمع. هاي هنا بلشت اخذها. انا بالبداية خضيتها هيجي بايدي، وبعدين راح اجيب عليها المرش وارشها كليتها حتى تنظف، يعني تنظف من كل الجوانب. وصدق بنات خلي اقولكم فد معلومة بخصوص الزاهي. الزاهي ابد لا تستخدموه للمغاسل، للحمامات، يعني للسيراميك، لان شنو راح يسمر لكم يعني يسمر لكم اي شي تغسلون بيه الحمام او المغسلة. فدائما بدلوها بالتايت، بالقاصر، هذني الشغلات راح تبيض لكم الكاشي احسن يعني من الزاهي. الزاهي دائما ماما تقول لنا انه هو يسمر الكاشي السيراميك كلتن يسمرهن. هاي هنا طلعت دا اغسل تكرمون الحمام اللي بالطرمة، فهمين دا انظفه. تشوفون شوية التصوير مالتي مو كلش واضح، بس لانه يعني ايد انظف بيها وايد اصور بيها، فشوية مو واضح التصوير مالتي. هنا أنا بعدين طبيت دا امسح الهول، واستخدمت اكيد هذا المعقم او الديتول مال الكاشي، ريحته تخبل. قلت لكم بنات جربتوا؟ لو بعدكم ما مجربي، اللي ما مجربته فنصيحة روحي جيبي من عنده وجربيه، وراح تشوفين الريحة مالته شلون تخبل. هنا كملت ظليت امسح، وبعدين طلعت مسحت الممر همينه كليته مسحته، ورجعت كملت تنظيف
الطرمة لأنني ما كملت الطرمة، طبيت أمسح ومن بعدها طلعت وجلفت الكاشي همينة مال الطرمة، حطيت همينة تايت وقاصر وبلشت أجلفها، ولو هي أصلا نظيفة لأن أختي همينة قبلي منظفتها، يعني إحنا ننظفها تقريبا مرتين باليوم من نقعد وبالليل. هاي هنا الزرع همينة سقيته. بعدين هنا بنات تدرون إحنا هاي هيك يعني هيك نغسل الملابس. بالبداية صفيت المي كليته نزل من الغسالة، وبعدين فتحت البوري عليها وخرت الوغف كليته، وبعدين راح ارجع اترس الغسالة. شوفوا بنات ترستها كليته ورجعت فريتها بدون تايت حتى شنو الملابس كليته تنشطف عدل، يعني احسن ما اطلعهن واحطهن بطشت واترس ماي وهيك راح تصير الشغلة كلش طويلة. فبنفس المكان اني يعني بنفس الحوض فرغت ورجعت ترست ماي، مثل ما تشوفون الملابس بعد راحت من عندها، يعني راح من عندها كل التايت. هاي الطريقة كلش اسهل. يعني هسه مباشرة رجعت فرغت الماي وراح ابلش ارجع احطها بالمجفف واجففهم، وراح يطلعن عندي نظيفات وشي كلش سريع وبنفس الوقت نظيف. هنا أنا رجعت ترست الغسالة، حطيت هنا السوادات. طبعا بنات بالسوادات ما نستخدم تايت، نستخدم زاهي على مود ما يبقى بيها لا طقع ولا كل شو. لو اصلا يعني احنا قلت لكم هاي الطريقة ما تبقى اي شي بالملابس، بس للامان اكثر دائما السوادات العبي اذا فد شي اسود كلش طوخ ما نحب نغسله بالتايت، نغسله بالزاهي حتى يظل يلمع اصلا، يعني يظل اللمعة مالته. هاي هنا خلصت وجبة الملابس وراح اطلعهم. وهسه بنات راح احكي لكم فد قصة اني قريتها، هي قصة قصيرة بس بيها عبرة كلش حلوة. اكو فد يوم حمامات اثنين كانوا عايشين بمكان، وفجأة هذا المكان رادوا يهاجرون من عنده لأنه المي اللي هم كانوا عايشين بيه القرية أو المدينة المي مالتها كلش جاف، فقرروا إن هم يهاجرون الغير مكان. بس هم كانت عندهم صديقة اللي هي السلحفاة، كانت كلش صديقتهم للحمامات الاثنين، فكلش زعلت، يعني زعلت لما سمعت بيهم يريدون يهاجرون، وقامت تبكي عليهم وقالت لهم يعني لو تبقون وياي لو تاخذوني وياكم. فهم قالوا لها انه احنا ما نقدر نبقى، وبنفس الوقت احنا ما نقدر ناخذك ويانا لان انتي ما تقدرين تطيرين. فهي ظلت تبكي وقالت لهم القوا لي طريقة انه اني اسافر وياكم. فظلوا يفكرون هذول الحمامات الاثنين لحد ما لقوا الحل ان هم شلون راح يسفروها وياهم. فقالوا لها انه احنا لقينا لك الحل اللي هو ناخذ خشبة كلش قوية وراح احنا نطير بيها، وانتي راح تشلبين بيها بحلقك يعني تلزميها ونطير بيها، بس انه اهم شي توعدينا انه انتي ما تحكين على مود بس يعني بس تحكين راح توقعين. فالسلحفاة كلش فرحت ووافقت على طلب الحمامات الاثنين، وقالت لهم انه اني ها هي يعني ما راح احكي بس اخذون وياكم. فاخذوها الحمامات الاثنين وطاروا بالسلحفاة للغابة، وهناك شافوهم بعض الناس وتعجبوا، حمامتين شايلين سلحفاة وطايرين، يعني ناس كلش تفاجئوا بهذا الشي. فالسلحفاة ما قدرت على نفسها وقالت كفى الله أعينكم ما دخلكم أنتم. وكان توقع السلحفاة خطية لما حكيت وما قدرت على نفسها، وقعت السلحفاة وتكسرت أعظامها. فظلت تبكي السلحفاة وقالت هاي نتيجة كثرة الكلام وعدم الوفاء بالوعد. هاي كانت قصة اليوم بنات، كلش حبيتها وحبيت المعنى مالتها. مثل ما تشوفون بنات بالفيديو كملت شغل، شريت الملابس، وهنا أنا بعدين جتي أختي آية سوت لنا هاي القهوة وطلعت لنا قطع الكيك. تعرفون ورا هذا الشغل كليته أخذنا شوية استراحة.
وهاي كانت نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. مع السلامة.